بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان أسباب جفاف نهري دجلة والفرات في سوريا والعراق وتركيا. تعالوا نبدأ ونرى، وهذه السنة سنة عصيبة. ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يفك هذه الأزمة، لأن الأزمة قد تمتد إلى عدة أشهر. هنا كما نشاهد في هذا الفيديو حضراتكم هذا نهر الفرات، وقد جف تماما في سوريا والعراق. وهنا نهر دجلة، وأيضا تستطيع أنك تعبر النهر على الأقدام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا نهر دجلة في محافظة ميسان. هذا المي مالته، شوفوا مي ساير أخضر، وهذا يابس، هذا يابس المي، ذاك هو الشر. ويجي واحد يقول لك ماكو مي، وتركيا فتحت السدود. عمل تركيا لا فتحت السدود ولا شو اسمه، مجرد اعلام. وهذا الشط مال مركز محافظة ميسان، ويغذي به الأغطية والنواحي. زين هو بالمركز هيك، من يروح للأغطية والنواحي شو يصير؟ ومالح حتى ما ينغسل به، مالح من شدة الملوحة البيه. زين ومن يصير التعليقات حتى يغزر تعليقات بعض الاخوان يكتب هذا على مود يغزر، هو يا يغزر بشوف المي، شوف صار. نريد وقفة احتجاجية من كل الشرفاء والضغط على الأمم المتحدة حتى يشوفون. وهنا الخريطة التي توضح منبع النهرين. النهرين ينبعان من دولة تركيا، ثم نهر الفرات ينطلق إلى سوريا، ثم بعد ذلك إلى العراق، ثم يتحد مع نهر دجلة ويصب في منطقة شط العرب بجوار الكويت. نهر دجلة ينبع أيضا من تركيا، ونهر دجلة له فروع، يعني نهر دجلة له فروع أخرى من إيران، لكن إيران حولت هذه الفروع. أسباب الجفاف كما أعلنتها الحكومة التركية هو أن كمية الأمطار التي سقطت هذا العام على تركيا 38%، 38% فقط من الأمطار التي تسقط سنويا، فضاع نحو 62% من الأمطار لم يصل. أين ذهبت هذه الأمطار؟ ذهبت إلى السعودية، ذهبت إلى قطر، إلى الكويت، إلى الجزائر. فإحنا بنقول للعراقيين والسوريين المياه بتاعتكم عند السعودية والكويت وقطر والجزائر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. احنا شاهدنا كمية الثلوج التي سقطت في مكة هذا العام، وفي المدينة المنورة، وفي غيرها من المناطق الصحراوية، لأن هناك دورة كل 9 سنوات. يعني هتجدوا في الجزائر عام 2008 كان فيه ثلوج، وكان في السعودية ثلوج. ففي دورة كل 8 أو 9 سنوات الله سبحانه وتعالى يوزع الأمطار يا جماعة. يحدث أنه الأمطار تقل في أوروبا، وتركيا طبعا ضمن المناخ الأوروبي، وهذه الأمطار والثلوج تذهب إلى دول الخليج. هذا العام طبعا باعتباري أنا مقيم في تركيا كان يحدث 3 موجات ثلجية كل سنة، لكن هذا العام لم يحدث هو موجة ثلجية واحدة في تركيا، يعني أو في المكان الذي أقيم فيه. أيضا درجات الحرارة المفروض تكون 0 أو -5. هذا العام درجات الحرارة في شهر يناير، في 1 يناير، قد تصل إلى 10 درجات و12 درجة. فكان الجو حار جدا. هنا في قناة CNN التركية خريطة الجفاف في الأرصاد الجوية لعام 2023. ما هو وضع الجفاف في اسطنبول؟ مدن بها مخاطر جفاف غير عادية. وهذه الخريطة الحكومية، الحكومة طبعا بتنبه المزارعين الأتراك. يعني حضراتكم المناطق اللي باللون الأسود جفاف للغاية، جفاف استثنائي. فهذه المناطق تشمل مدينة اسطنبول كما تشاهدون، تشمل العاصمة أنقرة في جفاف تام، تشمل منطقة غازي عنتاب وهذه المنطقة، تشمل هذه المناطق، تشمل بعض المناطق والجبال.
وهنلاحظ أنه نهري دجلة والفرات ينبعان من هذه المنطقة، فهي فيها جفاف استثنائي، وفيه شديد الجفاف باللون البني. وطبعا هنجد أن منابع نهري دجلة والفرات في هذا فيه جاف للغاية باللون الأحمر. اللون الأحمر يعني إيه؟ تحذير. اللون الأسود يعني الدنيا ظلمت يعني كما تشاهدون. في جفاف في الوسط، متوسط الجفاف يعني متوسط الجفاف في هذه المنطقة، ملاطيا، ديار بكر، جفاف متوسط. في جفاف خفيف باللون الأصفر، في يعني جفاف عادي اللي هو باللون الأبيض، أنطاليا ومانيسيا إلى غيره. وفيه رطب قليلا، انتوا لو نظرتوا على الخريطة لن تجد أي رطوبة خالص. ومثلا بيقول لك رطب جدا ورطب للغاية، هتجد أصلا غير موجود. رطب غير عادي، أمطار غزيرة، غير موجود حضراتكم. فهو المنطقة الوحيدة اللي الجفاف فيها متوسط في تركيا هي منطقة ساحل البحر المتوسط، أنطاليا وإزمير وإيدن. هنا حضراتكم في صحيفة مرسين لمدينة مرسين نشرين للسد بتاع مرسين، وإن فيه جفاف شديد جدا، ونشروا هذه الصورة. أدي المياه أمام سد مرسين، فالمياه حتى لم تمر من سد مرسين كما تشاهدون. وهذا العام كما ذكرنا أن الأمطار 38% فقط من المعدل السنوي، وهذا أمر يتكرر كل 10 سنوات تقريبا يعني. هنا أحد الإخوة الأتراك اسمه عبد الله أين، فهو متخصص في مجال الجفاف، فهو نشر في هذه الصحيفة فبيقول: آرائي حول الخطر الذي بدأ مع انخفاض منسوب بحيرة سد بردان التي توفر مياه الشرب في مرسين، لم يتبقى فيها إلا 7%، والحلول التي ستنفذ أو ستنقذ السكان من هذا الخطر، وأن الأمر تصدر عناوين جريدة مرسين. هنا في صحيفة حريات العلمانية المعارضة: انذار العطش بعد الجفاف، انخفاض مستوى السدود، وده بتاريخ 1 مارس 2023 اليوم، ونشرين الصورة كما تشاهدون. المياه أصلا لا تعبر، يعني حتى المياه لا تعبر أصلا لفتحة السد. تعالوا نرجع حضراتكم إلى نهر الفرات ونشاهد نهر الفرات عند الناصرية في العراق. الوضعية يرضى لها، معاودين الحكومة، معاودين المعاوضة الناصرية، فرات راح من ايدينا، ماي ماكو. ليش نغسل هدومنا ومواعيننا بعد؟ يبست والله. كم نخلي نجلس ورا بعد نعبر مشي. أيضا صور أخرى صادمة لهذا الجفاف. هنا كما نشاهد في نهر دجلة أصبح يعني خلاص قاع النهر ظهر. انظروا حضراتكم، انظروا للكوبري، يعني أنت تستطيع أن تعبر مشيا على قدميك يعني. هنا منظر آخر للكوبري، انظروا لقاع النهر يا جماعة، سبحان الله. هنا حضراتكم انظروا للمنظر، قاع النهر أصبح فيه طحالب يعني. والله والنهر صغير أصلا، يعني هذا النهر يعني يعادل الترعة في قريتي. الترعة في قريتي أعمق من هذا وأكبر من هذا بصراحة يعني. احنا بنطلق هنا أيضا أحد فروع النهر، ولكن جف تماما كما تشاهدون. وهنا انظروا، طبعا أصبح أكثر جفافا الآن. انظروا لقاع النهر يا جماعة، سبحان الله. انظروا هنا حضراتكم، حتى المركب رسى على قاع النهر تماما. هنا يا جماعة ده حفر أثار في قاع النهر، يعني اكتشفوا في قاع النهر أثار مدينة أثرية اسمها زخيكو، دي في منطقة دهوك بيسكنها مسلمين أكراد. هذه المدينة عمرها 3500 سنة قبل الميلاد، يعني نتحدث هذه المدينة عمرها 5500 سنة. تخيلوا سبحان الله. وسليمة يا أخي، والمباني سليمة سبحان الله، يعني صمدت تحت المياه آلاف السنين. الإنسان أضعف حاجة، الإنسان لو وضع في الماء يوم سيذوب يعني. فسبحان الله. طبعا هذا معناه أنه من 5000 سنة نهر دجلة لم يكن بهذا المستوى، أو كان في منطقة أخرى أو شيء ما. فالمناخ يتغير كما نشاهد، يعني المنطقة هذه كانت جافة وكانت مدينة، واضح أنها كانت مدينة كبيرة جدا. احنا هنلاحظ التقدم في البناء. وطبعا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن تقدم الهندسة عند القدماء، وأنهم كانوا أكثر منا في البنيان، وإحنا حتى نشاهد حتى الأهرامات اليوم يعني.
فهنا حضراتكم انظروا كل هذه المدينة، وبعدين نجد حجارة. يعني هل دي كانت شارع المدينة أو كانت ماذا؟ الله أعلم. انظروا الفخار والحفريات. هنا بقى باحثة أجنبية، وهي بتأتي تكتب تاريخنا، لأنه اليوم إذا المسلمين الأكراد نحن نريد أن نجعلهم مثلا يعبدون النار، وهذا الذي يحدث الآن في عيد النيروز كل سنة، عبادة النار وزرادشت إلى آخره. لو أنت عاوزهم يعبدون الشيطان هتحفر تحت الأرض، ما احنا بنتكلم في 5500 سنة. فكل 1000 سنة مثلا، احنا 1400 سنة الأكراد يعبدون الله سبحانه وتعالى مسلمين، لكن قبلها كانوا يعبدون المسيحية، كانوا يعبدون الشيطان، كانوا يعبدون النار كأي أمة بشرية هكذا يعني. فهو ممكن يطلع الآن أثار من هذه الحقبة تفيد أنه هنا كان في ساحر بيعبد الشيطان، ويبدأون يقولون للأكراد أو للمصريين أو العرب أو البربر أو أي مكان: أنتوا دينكم الحقيقة كان عبادة الشيطان، فما الذي يجعلكم تعبدون الله؟ ده إن عبادة الله هذا إله العرب والعياذ بالله، وهكذا. فدي خطورة الآثار. ولذلك فرنسا وألمانيا وهذه الدول، يعني هل تعتقدون أنها بتنفق أموالها لوجه الله على التنقيب عن أثارنا؟ وأنا وجدت أنهم زوروا تاريخ الفراعنة المصريين. يعني الفراعنة المصريين في الغالب مسلمين، طبعا فيهم ناس كفرة إلى آخره، لكن جعلوا أنه الفراعنة يقولون أسماء ملائكة فيقولون هؤلاء أسماء آلهة. الفراعنة يصلون، لم يذكروا لنا في الكتب المدرسة أن الفراعنة كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يحجون إلى مكة، ولا شيء. في فترات كفر وفي فترات إسلام، ولكن ولا كلمة. المهم تمثال سيدنا موسى موجود في المتحف البريطاني، يقولون هذا تمثال موشى ولا نعرف من، وهو المهم يعني لا نريد أن ندخل في هذا. اكتب على اليوتيوب صور مشهور للفراعنة، نقدم لك صور كيف يجري التزوير، التلاعب في اللغة المصرية القديمة وهي لغة عربية. يقولون لا، هذه كانت تكتب بالحروف اليونانية إلى آخره. فمسألة خطيرة جدا التلاعب بالآثار، يعني هذا جانب خطير يعني بالمناسبة. هنا حضراتكم كما تشاهدون أجانب استغلوا المسألة وجاءوا ويقومون بأبحاث. وطبعا كون أن هذه مباني تصمد 5000 سنة تحت المياه، معناها أنه كان القاطنين في هذه المنطقة متقدمين هندسيا جدا يعني. هنا حضراتكم كما تشاهدون عمليات الحفر، مباني سبحان الله، ومباني قوية يعني. وهنا كتابات، طبعا هذه الكتابات قد يكون فيها حروف العين، لكن الحروف اللاتينية ليس فيها حرف العين. انظروا، واضح ان هم كانوا يبنى بشكل معين، لانه هل هذه كانت السطح ام ماذا؟ انظروا يا جماعة، انظروا عمليات الحفر. والله احنا عندنا حكومات يعني وفرت الاموال للراقصات والراقصين. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا نشرته من قبل عن الفراعنة مسلمون، أرجو مشاهدة هذا الفيديو. وهنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.